السلام عليكم جميعا، معكم عزيز يوسف. وفي هذا المقطع بنسلط الضوء على بدايات ميسي أيام الطفولة وطريق وصوله للفريق الأول في برشلونة، ونتكلم عن تفاصيل معاناته الصعبة اللي مر فيها قبل وصوله للنادي. وقبل لا نبدأ المقطع لا تنسى تسوي لايك للمقطع إذا تعجبك مقاطع قصص اللاعبين اللي أنزلها، وإذا مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وشارك هذا المقطع مع ربعك اللي يحبون ميسي. وطبعا هذه القصة برعاية كتاب ميسي القصة الكاملة للكاتب لوكا كايولي. الكتاب متوفر بكل أفرع مكتبة جرير، وبقراءتك لهذا الكتاب راح تكتشف حياة ميسي خلف الكواليس والحياة والمواقف اللي عاشها ميسي اللي ما كنا نعرفها. والحين يلا نبدي القصة، قصة طفولة الفتى المعجزة ميسي وطريق وصوله لنادي برشلونة. في سنة 1987 في روزاريو، في واحدة من أكبر المدن في الأرجنتين، انولد طفل صغير في عائلة أرجنتينية أصولها إيطالية. بعد الحرب العالمية الثانية كانت إيطاليا في حالة مأساوية وكانت الحياة فيها صعبة جدا، وفي ذيك الفترة انتقل أجداد ميسي إلى الأرجنتين. وقتها كان اللاجئين مرحب فيهم بالأرجنتين لأنهم كانوا في حاجة لهم بسبب نقص العمالة. وكان حال ميسي مثل حال كل طفل في الأرجنتين في بداية الثمانينات متولع بكرة القدم، وكانت تعيش الأرجنتين فترتها الذهبية بذاك الوقت في كرة القدم لما كان مارادونا في عز مستواه وتألقه. وأيضا كانت السنة اللي انولد فيها ميسي أكثر سنة سجل فيها مارادونا أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في مسيرته. وكان أبو ميسي أيضا يمارس كرة القدم وحاول احترافها ولكن ما نجح، وأخوه بعد نفس الشيء حاول يمارس كرة القدم ويحترفها ولكن أيضا ما نجح. وكان ميسي يلعب دايم كرة مع أخوانه اللي أكبر منه، حتى أن عنده ولد عمه الصغير إيمانويل لعب في الدوري الألماني في فترة من الفترات. وفي عمر 14 سنة كان ميسي يلعب ويتدرب بروحه في ملعب تدريبات قريب من بيته، وكان الملعب تابع لنادي جراندولي، وهو نادي صغير في المدينة اللي يعيش فيها ميسي. وفي يوم من الأيام كان ميسي يلعب ويتدرب في هذا الملعب، وكان واقف وراه رئيس النادي اللي اسمه سلفادور، وكان يراقب ميسي وهو يلعب. ومن الصدف أن كان هذا الرئيس يدور على أي لاعب يكمل فريقه، فريق الفئات السنية بالنادي. وكان عندهم مباراة بعد ساعتين، فقال سلفادور حق ميسي روح اسأل أمك وأبوك إذا يسمحون لك تنضم لفريقنا وتلعب المباراة. لكن أم ميسي رفضت، وكانت تشوف أن ولدها ميسي صغير بالحجم وما يصلح للعب كرة القدم أبدا، لأنها تخاف عليه يتعور من الالتحامات بالملعب. وهني تدخلت جدة ميسي واقنعت أمه علشان تخليه يلعب مع الفريق، وفعلا اقتنعت الأم وسمحت لميسي باللعب ولكن بشرط تواجد جدته معه. وبدت المباراة، وباللحظة اللي استلم فيها ميسي الكرة كان الكل مصدوم من المستوى الممتاز اللي قدمه هذا الطفل الصغير بالحجم، وكان ميسي يمر من اللاعبين وكأنهم مو موجودين أصلا. ولما سألوا سلفادور رئيس النادي عن ميسي بعد سنوات طويلة وبعد ما كبر ميسي وصار أسطورة، قال صدقوني كان يسوي كل شيء يسويه الحين لما كان صغير، لكن الفرق الوحيد ان الكرة كانت توصل حق ركبه بذاك الوقت لانه كان قصير وصغير الحجم جدا. وكان الرئيس سلفادور يحس بقلق بسبب حجم ميسي الصغير، ولكن دايم كان يقول مثل ما يقول كل الناس ان ميسي وهو خليفة مارادونا. معلمين ميسي بالمدرسة كانوا يعانون دائما في حصص الرياضة لان ربع ميسي كانوا يتهاوشون على ميسي والكل كان يبيه ينضم لفريقه. وطبعا ميسي لما كان صغير كان من مشجعين نادي نيولز أولد بويز، وهذا النادي كان عنده أكاديمية كبيرة تضم الكثير من المواهب الأرجنتينية، وكان ميسي يحلم بالانضمام لهذا النادي. وكانت أول هدية استلمها ميسي بعيد ميلاده من أبوه كان تيشيرت نادي نيولز أولد بويز. وفعلا بعد سنتين قضاها ميسي مع نادي جراندولي أخيرا تحقق حلمه وانضم إلى نادي نيولز أولد بويز، وكان عمره 6 سنوات وقتها. وفي مباراته الأولى مع فريقه الجديد فاز ميسي بنتيجة 6-0، وسجل ميسي 4 أهداف بالمباراة. كان فريق براعم نيولز أولد بويز فريق ممتاز جدا وقوي، ولما انضم لهم ميسي صار فريق حديدي وصعب انه يخسر. وكانوا يسمون فريق نيولز أولد بويز للبراعم الماكينات 87 بسبب مستواهم الجبار وبسبب مواليد اللاعبين اللي كانوا اغلبهم من مواليد 87. وقتها حقق ميسي مع فريق نيولز أولد بويز رقم إعجازي وهو 3 سنين من دون أي خسارة. وطبعا كان الداعم الأكبر لميسي في بدايته الكروية كانت جدته سيليا، ما كان أبوه ولا أمه.
كانت تاخذ التدريبات والمباريات وتتكلم حتى مع مدربينه، وكان ميسي متعلق فيها إلى درجة إنه كان يتهاوش مع عيال عمه على منو اللي راح ينام في بيت جدته. وبين عمر 10 سنوات إلى 11 سنة هذه الفترة كانت أصعب فترة في طفولة ميسي، لأن جدته توفت، واللي للحين يخلد ذكراها في احتفالاته لما يسجل هدف ويأشر بإيده الثنتين إلى السماء. وأيضا الصدمة الثانية اللي حصلت حق ميسي إن طبيب الغدد اللي كان يتابع حالة ميسي شخص حالة ميسي بنقص في هرمون النمو، وبعد الفحوصات كان العلاج إن ميسي لازم ياخذ إبرة يوميا علشان يعوض نقص الهرمون اللي يفرزه جسمه. وكان أبو ميسي يحس بقلق وبخوف إنه ما راح يقدر يوفر علاج حق ميسي، لأن كان سعر العلاج غالي على أبو ميسي واللي كان قيمته $1000 شهريا، ولأن التأمين الصحي كان ما يغطي تكلفة هذا العلاج. وفي بداية نادي نيولز أولد بويز وافقوا انهم يدفعون مصاريف علاج ميسي، ولكن لما حاشت الارجنتين ازمة اقتصادية قلل النادي النفقات والمصاريف وما كان يقدر يدفع مبلغ علاج ميسي. وطبعا ابو ميسي بدأ يدور حل حق هذه المشكلة، وكان الحل ان ميسي لازم يوقع مع نادي يقدر يدفع تكاليف علاجه. فقام ميسي بتجربة اداء في نادي ريفر بليت اللي كان يلعب فيه قدوته بابلو ايمار. ميسي لعب 20 دقيقة بس وكانت كافية انه يتم قبوله بالنادي على طول والتوقيع معاه، لكن المشكلة ان نادي نيولز اولد بويز رافض انتقال ميسي لنادي ريفر بليت، وبالنهاية تعثر انتقال ميسي وقعد في نادي نيولز اولد بويز. وكان امه وابوه يعانون ماديا وما عندهم القدرة انهم يوفرون علاج الهرمون حق ميسي، واستمر ميسي في فريق نيولز اولد بويز وكانوا ما يخسرون وانتصاراتهم متتالية في كل مباراة وبكل بطولة، وصارت سمعتهم قوية حتى انهم شاركوا في مباريات بعضها في دول أمريكا الجنوبية غير الأرجنتين. وكان الفريق معتمد على ميسي بشكل كبير، وكان ميسي عبارة عن ماكينة أهداف للفريق لأنه كان مسجل أهداف وايد. وحتى بعد فترة لما سألوا مدربه هل صحيح أن ميسي سجل 500 هدف للفريق؟ قال المدرب نعم وتجاوز 500 هدف أيضا. ويقول مدرب ميسي في براعم نيولز أولد بويز وصلت مهارة ميسي لدرجة مجنونة، وفي يوم من الأيام لما تحديته أنه يسجل هدف في راسه، وفعلا بالمباراة ميسي راوغ الكل وحتى الحارس، وبعدها رفع الكرة لنفسه وسجل هدف براسه وطالعني وابتسم. ولما قرب ميسي لعمر 13 سنة سافر كارلوس من برشلونة إلى البرازيل، وكارلوس كان لاعب سابق في برشلونة وبعد اعتزاله صار مساعد لكرويف في برشلونة. وكان كارلوس يشتغل كشاف مثل أي كشاف، وكانت وجهته البرازيل يدور المواهب. ولكن لما وصل للبرازيل وصلته مكالمة من واحد من الوكلاء اللي قال له إنه لازم يسافر للأرجنتين الحين ولازم يشوف الطفل المعجزة اللي اسمه ميسي. وكان كارلوس مصدوم بشهرة ميسي الكبيرة بين وكلاء اللاعبين، خصوصا ان ميسي ما تجاوز عمره 13 سنة وتوه صغير. وبعد ما شاف كارلوس ميسي بالأرجنتين قال حق ابو ميسي لازم تسافر انت وطفلك ميسي لبرشلونة علشان يختبرون ميسي في تجارب الاداء بالنادي الكتالوني. طبعا كانت فرحة عائلة ميسي لا توصف بعد سماع هذا الخبر والفرصة الكبيرة اللي ما تنوصف ولا تتطوف. وأول ما فكروا فيه إن نادي كبير بحجم برشلونة يقدر يدفع تكاليف علاج ميسي، ولكن مثل المرة اللي طافت كانوا خايفين من مسؤولين نادي نيولز أولد بويز إنهم يعطلون الصفقة، فاضطرت عائلة ميسي إنها تكذب على النادي، وقالوا للنادي إنه مريض وإنه في حالة ما تسمح له باللعب لمدة 3 أسابيع. وفعلا أبو ميسي حجز تذكرة لبرشلونة وسافر على أقرب رحلة. ولما دخل ميسي اختبار الأداء بالنادي كالعادة لاحظوا مسؤولين ومدربين برشلونة طوله القصير جدا، وكان عندهم تحفظات من هذه الناحية ومترددين بالتعاقد معه. الكشاف كارلوس لما رجع لبرشلونة تفاجأ بمماطلة مجلس الإدارة في التوقيع مع ميسي وترددهم، وخاصة بعد خسارتهم للويس فيجو اللي انتقل لنادي ريال مدريد بذاك الوقت، وهذا الشيء خلاهم مشتتين ومو قادرين يركزون على موهبة مثل ميسي. ولما شاف الكشاف كارلوس ميسي في التدريبات زاد اقتناعه بميسي وقال للإدارة وقعوا مع ميسي وأنا راح أتحمل مسؤولية هذا القرار. ولكن إلى هذا الوقت ما صار شيء، وكانت عائلة ميسي تسافر بين الوقت والثاني لبرشلونة علشان تعرف قرار الإدارة. كان أبو ميسي حاسب قلق كبير أن برشلونة ما راح يوقع مع ولده ميسي، فحاول أبو ميسي أنه يودي ولده ميسي لاختبار مستوى أداء في نادي أتلتيكو مدريد وريال مدريد،
لكن ما ضبط الموضوع وتعطل كل شيء. لكن بعد مدة أخيرا وصل الفرج لميسي ولعائلته على منديل غير حياة ميسي إلى الأبد. وكيل الأعمال اللي اتصل في كارلوس وكلمه عن ميسي قبل فترة التقى بكارلوس وعقدوا اجتماع، وكان معاهم أبو ميسي على الخط، وقال لهم أبو ميسي إنه بدأ يحس باليأس وإن هذه الصفقة ما راح تتم، ويفكر إنه يرجع للأرجنتين علشان يدور لميسي نادي ثاني في الأرجنتين، وما راح يرجع لبرشلونة أبدا. وفجأة كارلوس أخذ منديل كان موجود على الطاولة وكتب عليه صيغة عقد ووقع عليه هو والوكيل الثاني اللي معاه، وقال حق أبو ميسي إن ولدك ميسي راح يوقع مع برشلونة مهما كانت الظروف، هذا وعد مني. وبعد هذا الكلام طبعا ارتاح أبو ميسي لكارلوس ووثق فيه للمرة الثانية. وبعد أسابيع قليلة فعلا قدر كارلوس يقنع إدارة برشلونة وتم التوقيع مع ميسي بالوثائق الرسمية، وميسي صار أخيرا لاعب لأكاديمية برشلونة رسميا. وفي البداية برشلونة ما كان يعامل ميسي معاملة خاصة أبدا، كان مثله مثل المراهقين الموجودين في الأكاديمية، وهذا الشيء خلى بعض الأندية تتواصل مع أبو ميسي علشان يقنعونه أنه ينقل ميسي لناديهم. وكانت هذه الأندية هي ريال مدريد وليفربول وإنتر ميلان ويوفنتوس وأرسنال. وأيضا بهذا الوقت ما شارك ميسي بالمباريات الرسمية للفئات السنية، ونطر حتى يكمل انتقال عائلته لأسبانيا وإصدار أوراق إقامتهم الرسمية. وأيضا كان للحين لاعب مسجل في نيولز أولد بويز، وكان الحل الوحيد في الموسم الأول أنه يشارك في التدريبات بس وفي المباريات الودية. لكن بعد أشهر بدأ برشلونة بعدها يهتم لميسي أخيرا ويحميه من الإعلام، وبدأوا يشتغلون على صقل موهبته. وفي مباراة ميسي الثانية مع الفريق حاشته إصابة خطيرة وغاب إلى نهاية الموسم، وكانت في مخاوف انه ما راح يقدر يرجع الى خفته واسلوبه باللعب بعد هذه الاصابة. ولكن ميسي فاجأ الجميع، وبمجرد عودته من الاصابة تم تسجيله في الرابطة الاسبانية وبدأ يقدم مستويات خرافية، وتم تصعيده في مدة قصيرة جدا الى فريق تحت 16 سنة، وتدرب تحت قيادة المدرب فيلانوفا ومع افضل المواهب في اسبانيا، مواهب سطع اسمها في سما الكرة الاوروبية. وهذه المواهب كانت فابريغاز وبيكي وبيول وغيرهم من المواهب. وفي يوم الأول مع فريق تحت 16 سنة ميسي كان خجول جدا وما كان يتكلم إلى أن سأله المدرب فيلانوفا عن مركزه المفضل. وفي هذه اللحظة كانوا كل اللاعبين خايفين أن ميسي يختار مركزهم المفضل، لأنهم سمعوا قصص عن ميسي ومستواه الخرافي ويخافون ياخذ مكانهم بالتشكيلة الأساسية. وفي واحدة من التدريبات قال مدربه فيلانوفا أن الحل الوحيد لإيقاف ميسي هو أنك تطلق عليه طلقة نارية. ولكن بصراحة اعتقد من الممكن ان ميسي يقدر يراوغ هذه الرصاصة. وفي هذا الوقت شوي شوي بدا ميسي ياخذ صيت اكبر باوروبا، وبداوا يقارنونه فعليا مع مارادونا، خاصة ان ميسي بدا تدريجيا يتطور بدنيا وصار مقاتل بالملعب مثل المميزات اللي يتميز فيها دييغو ارماندو مارادونا، الى جانب مراوغته وخفته بالملعب. ومع الوقت ميسي كسر حاجز الخجل وتعرف على أصدقاء في الأكاديمية. وبعد مدة قصيرة عائلة ميسي تركت برشلونة وردت إلى الأرجنتين، وتركوا ولدهم ميسي وأبوه في أسبانيا. وكانوا أصدقاء بأكاديمية برشلونة يزورون عوائلهم كل نهاية أسبوع، إلا ميسي كان يشوف عائلته مرة واحدة أو مرتين بالسنة، بس أبوه خاف يأثر عليه هذا الشيء ويأثر على مستواه، خصوصا أن اللاتينيين متعلقين بعوائلهم مثلنا إحنا كعرب. وتدرج ميسي في النادي وقدم مستويات كبيرة أهلته أنه يلعب مع الفريق الأول. وفعلا أخيرا تم استدعاء ميسي للفريق الأول. وكانت بداية ميسي مع الفريق الأول لنادي برشلونة كانت في مباراة ودية لعبها برشلونة ضد نادي بورتو في حفل افتتاح ملعب الدراغاو، ملعب بورتو الجديد بذاك الوقت. ولأن كان برشلونة يعاني من غيابات بعض اللاعبين، اضطر برشلونة أنه يصعد ميسي وبعض اللاعبين إلى الفريق الأول. وطبعا وقتها الملعب انترس وصار فل، الجماهير كانت حاضرة علشان تشوف نجوم برشلونة مثل أوفرمارس ورونالدينيو وتشافي وكلويفرت وغيرهم من اللاعبين. ولكن الوحيد اللي كان حاضر في هذه المباراة من اللاعبين هو اللاعب تشافي. الجمهور حاشم إحباط اللي ما كان يدري أنه راح يشوف لأول مرة ظهور الفتى المعجزة.
أسطورة المستقبل ليونيل ميسي. وفعلا شارك ميسي في 16 دقيقة بالمباراة. وقبل بداية الموسم رسميا عرف المسؤولين في الاتحاد الأسباني لكرة القدم أن ميسي ممكن ياخذ الجنسية الأسبانية، وكانوا يبونه يلعب لمنتخب أسبانيا ويبون يقنعونه بأي طريقة، ولكن ميسي كان دائما حلمه هو اللعب مع المنتخب الأرجنتيني ومستحيل يتنازل عن هذا الحلم. وفعلا وقتها الاتحاد الأرجنتيني نظم مباراة